بالنسبه لشيكا يعني اسطوره من اساطير نادي الزمالك وطبعا شيء يشرفنا ويسعدنا ان هو يكون موجود، ودي حاجه يعني بشكره عليها اللي هو بقى مع فرقته. كان كوتش في الزمالك كابتن وطني الجمال، تيم كابتن عمر جابر، كابتن محمود المفتاحي على الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. يعني زي ما كلنا عارفين الماتش صعب جدا بالنسبه للفرقتين، زي ما احنا ما قلت في المؤتمر اللي فات. انا اعتقد ان بالنسبه لنا كمان هيبقى الماتش اصعب، لان الفريق المنافس يعني ما عندوش الا حل واحد، ما عندوش الا هدف واحد اللي هو الفوز. اصعب لنا بالنسبه لي لان النتيجه بتاعت الدور الاولاني النتيجه خديعه، يعني بالنسبه لاي حد النتيجه خديعه بالنسبه يعني مكسب ممكن لا قدر الله يحصل حاجه في المباراه الثانيه. اعتقد اللي هو لو شاب بلوزداد خسر ما فيش حد يقدر يلوم عليه، لان هو اصلا يعني خسران في الجزائر. فعشان كده بقول انا بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لفرقتنا المباراه تبقى اصعب بكتير، لان احنا ما فيش حد يتقبل حاجه من فريق الزمالك الا اللي هو يعدي المباراه. فده اللي احنا اتكلمنا عليه، وده اللي احنا نبهنا ليه بالنسبه لسير المباراه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما كنت بتكلم ان احنا ان شاء الله ناخد نمشي المباراه زي ما احنا عايزين، وناخد منها ان احنا ان شاء الله نبقى طرف في المباراه النهائيه. وزي ما اتكلمنا مع اللعيبه اللي احنا كفريق الزمالك الوضع هيتغير، لان احنا الدنيا كانت اصعب شويه بالنسبه للضغط الجماهيري في الجزائر. بالنسبه لنا يبقى جمهورنا ورانا، والملعب استاد القاهره يبقى الدنيا ان شاء الله بالنسبه لنا دافع مش ضغط علينا. فان شاء الله تبقى تمشي زي ما احنا راسمين ليها، وان شاء الله تبقى مباراه كويسه، وان شاء الله يبقى توفيق ربنا معانا، وان شاء الله نبقى طرف في المباراه النهائيه بالنسبه ان شاء الله الماتش. يعني بالنسبه لاول جمهورنا الزمالك، احنا زي ما قلت قبل كده ان احنا من غير جمهورنا الزمالك فاحنا بنقل بشكل كبير جدا في مستوانا، وجمهورنا الزمالك بالنسبه لنا غير اي جمهور بالنسبه لاي نادي تاني. يعني احنا جمهورنا احنا بنعتمد عليه بشكل اساسي وبشكل كل زي ما بيقولوا، لان احنا لعبتنا ما بتقدمش كل امكانياتها لما يكون الجمهور موجود، زائد اللي احنا بنحاول نخلي جمهورنا على طول مروح مبسوط. فدايما جمهورنا بيبقى حافز لينا ودافع لينا، واحنا من خلال المؤتمر يعني انا بقول لهم مستنيينكم ان شاء الله تبقوا الاستاد يكون كله مليان جمهور الزمالك، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وتروحوا مبسوطين. بالنسبه لشيكا يعني اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وطبعا شيء يشرفنا ويسعدنا ان هو يكون موجود، ودي حاجه يعني بشكره عليها اللي هو بقى مع فرقته ويبقى في ظهرها، وان شاء الله نحتفل كلنا بعد الماتش ان شاء الله. دلوقتي نادي الزمالك هو النادي الوحيد في الانديه المصريه اللي بيلعب على جبهتين، الجبهه القاريه والجبهه المحليه، وهو المنافس انديه منافسه ليه في الدوري المصري خرجت من السباق القاري. فهل ده بيعمل عليك حمل غير الحمل البدني على اللعيبه، حمل ذهني كمان، تفكير اكتر؟ الجبهه بتتعامل ازاي مع الوضع؟ زي ما هو يعني الناس كلها عارفه ان احنا الفرقه الوحيده اللي بتمثل مصر. انا باخد منه اللي انا احوله دافع بالنسبه لفرقتنا، يعني مش عايز اوصل لهم ان احنا بنشتغل في بطولتين، واذا كان مثلا ده يبقى عيب بدني علينا، او زي ما حضرتك بتقول اللي هو يبقى عيب ذهني كمان، لان انا فاصل. احنا ما بنفكرش في الدوري خالص دلوقتي، يعني خالص. احنا ماشيين زي ما اتفقنا اللي هو الماتش بماتشه. فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي ما عندناش بطوله او مش مشتركين في بطوله الا بطوله افريقيا. فده بالنسبه للعيب الذهني. لكن بالنسبه لنا احنا كحمل بدني، احنا الحمد لله يمكن اشتغلنا في المحافل الافريقيه كتير، فلعبتنا متعوده على الضغوط ديت، واللي احنا قبل كده اشتغلنا في الدوري كل 3 ايام ماتش. فاعتقد بالنسبه للحمل البدني احنا متعودين عليه،
والحمد لله يمكن يعني بنشكر اتحاد الكوره على اساس اللي هو منسق الامور دي مع الاتحاد الافريقي بالنسبه للمواعيد. فاعتقد ان المواعيد بالنسبه لنا ما تمثلش عبء بدني كبير. فان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ان احنا مركزين في بطوله افريقيا، وان شاء الله نخلص بطوله افريقيا على خير ان شاء الله يا رب، ويكون النتيجه في صالحنا، وبعد كده نبص في الدوري ان شاء الله. اسلام محمد، موقع الجمهور. طبعا بتمنى لحضرتك التوفيق بكره. اول حاجه بس عايزين نطمن على اخوان بيزيرا، هل هيكون موجود او مش موجود؟ السؤال الثاني لحضرتك، ازاي اتكلمت مع اللعيبه بعد الفوز طبعا هناك في الجزائر عشان ما يحصلش السيناريو اللي حصل للاهلي وبيراميدز هنا بالخروج، لان الفرقتين المصريين هنا خرجوا من هنا. بالنسبه للاخوان، هو بيشتغل مع الجهاز الطبي يعني، وبيخش على فترات. لسه هنشوف النهارده ان شاء الله اذا كان هيكون موجود ولا مش هيكون موجود، على اساس ان احنا ان شاء الله نعمل احسن حاجه يعني تفيد فريق الزمالك، يعني بغض النظر عن اللعيب عايز ايه او الجهاز عايز ايه، اللي الفرقه محتاجاه احنا ان شاء الله نعمله. السؤال الثاني اتكلمت ازاي مع اللعيبه؟ بالنسبه للعيبه من بعد الماتش واحنا في اوضه اللبس، احنا متفقين ان احنا بغض النظر والله عشان مين اللي خرج او مين اللي كمل، لكن اول حاجه كلمت عليها اللي هي النتيجه، عشان بس ما يبقاش يعني حصل قبل كده حاجات كتير او نماذج قبل كده كتير، ياما فرق مصريه وياما فرق يعني فريق الزمالك كان كسبان 1 و2 وحصل خسرنا هنا النتيجه اكتر. فيعني في نماذج حصلت قبل كده واللعيبه شافت ده بعينيها، فوصلنا ده للعيبه واتكلمنا على اساس ننسى نتيجه الماتش الاولاني، لان وارد جدا احنا يكون بيجي في ثانيه. فلو انت حطيت في دماغك لعيب كوره اللي انت مطمن للنتيجه الماتش الاولاني، ده اكبر خطا نعمله في حياتنا. واحنا الحمد لله اشتغلنا على دوت ونسينا من بعد ما الحكم صفر واحنا في غرفه الملابس، نسينا الماتش الاولاني خالص، على اساس ان الماتش ده وان شاء الله اكنه هو المباراه الاولى، على اساس نعمل احسن نتيجه هنا ان شاء الله. مع نتيجه بعد الماتش ان شاء الله يا رب واحنا كسبانين نبص على نتيجه الماتش اللي هناك ان شاء الله. عادل العبساوي، وكاله الاس ان تي بي الانجليزيه للرياضه. سؤالي للكابتن عمر جابر، كابتن فريق نادي الزمالك. كابتن عمر، ماذا حدث في غرفه طارق حسب قلب الحدث؟ السؤال الاول بالنسبه للكابتن معتمد جمال، حضرتك بكره الماتش هيكون، هل في ضغط هيبقى بين فريق الشباب والولاد؟ حضرتك هتبدا بضغط مبكر ولا هتحاسب المباراه على كل وقت معين؟ لا مستحيل اقول لك دلوقتي طبعا. طب السؤال الثاني، هل حضرتك جهزت الفريق بالنسبه للجانب النفسي عشان يجهزوا بكره للمباراه؟ ده حصل فعلا. يمكن احنا من ساعه ما تجمعنا خدنا يوم راحه، وزي ما قلت انا الحمد لله بشكر ربنا ان انا معايا يعني يمكن مع كابتن عمر كباتن الفرقه، لكن انا معايا كباتن الفرقه ما شاء الله يمكن 7 8 كباتن، وده بيديني اريحيه بالنسبه للماتشات اللي زي كده. فبنقعد نتكلم في الماتش عموما، في المواقف اللي هتعدي علينا في الماتش، بنعمل تصور للمباراه وان شاء الله ربنا يكون موفقنا فيه. فبنتكلم فيه من خلاله مع اللعيبه، مع كباتن الفرقه الاول، بعد كده مع اللعيبه على كل لعيب على حده يعني، وبعد كده بنتكلم بشكل عام مع الفريق كله، على اساس برضه كل اللعيبه تبقى واصل لها قد ايه احنا محتاجين المكسب دوت، وقد ايه محتاجين المباراه ديت ان شاء الله، عشان ان شاء الله نكون طرف المباراه النهائيه، وان شاء الله نكون نسعد جمهورنا يعني. سؤال كابتن عمر، شكرتك قائد الفريق. كابتن معتمد احمد علي، موقع الميدان. بزيرا خرج في الماتش السابق قدام بلوزداد ومصاب، هل في فرصه نشارك في مباراه الغد، خاصه ان هو لما خرج؟ انا جاوبت على السؤال ده، وان شاء الله نشوف احسن حاجه وتتعمل ان شاء الله.